يا مساء الفل، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. معانا بقى افكار كده حلوه لللانش بوكس، والاكله دي بجد لو عملتوها لولادكم في المدارس هتبقى حلوه وسهله. واحنا عارفين اللانش بوكس دلوقتي اتغير عن زمان، يعني اللانش بوكس دلوقتي كنا زمان بناخد سندوتش الجبنه وخلاص، دلوقتي اللانش بوكس بيبقى فيه. هنا كنت بقول لكم اشيل الحته اللي في النص دي وارجع لكم. اللانش بوكس دلوقتي بقى فيه فراخ، بيبقى فيه ناجتس، بيبقى فيه برجر، بيبقى فيه معرفش ايه وحاجات غريبه كده بنشوفها. فالمهم احنا هنمشي مع الزمن وخلاص. طريقه البرجر دي حلوه قوي وسهله جدا، وبجد زيها زي المطاعم الكبيره. واحسن بقى مع لحمه نظيفه وانتي ضمناها وكده. من يوم ما عملت الطريقه دي وبجد كل اللي دقها من ايدي عجبته جدا، وما بقتش بعمل غيرها. اول حاجه هتستغربوا ان انا يعني قلت لكم قبل كده، بس يعني للناس الجديده بقى هتستغربوا ان انا بكرمل البصل اللي بحطه في اللحمه المفرومه واخلطهم كده او اعجنهم مع بعض. بحب اكرمله، هي دي الطريقه اصلا بتاعه المطعم. بكرمله كده كويس. وكمان بحط تركايه كده ان انا بحط صويا صوص عليه. بجد ده بيخليه حلو قوي وبيديله طعم كده. برش رشة زيت، عشان قبل كده جالي سؤال عليه في مرة كنت عاملاه وقلتولي هو انتي بتكرملي البصل من غير زيت ولا اي حاجة؟ هو انا بديله كده يعني رشة بسيطة بس في نص الكرملة، يعني مش اول ما بحطه في زيت عشان ما يتحمرش. برش عليه كده لان هو بيلزق في الطاسة، فانا بس بديله شوية زيت اللي هو يخليه ما يلزقش في الطاسة، يتحرك كده ما يلزقش. واقعد اقلب فيه بقى لحد ما يوصل للون المكرمل كده اللي انا عايزاه. وهنا بقى كنت بوريكم ان انا هحط عليه الصويا صوص، مش هحط كتير، هحط حبه صغيرين قد كده. وهي هنا خلاص حطيت، المره دي زودت كميه اللحمه، قلت ايه علشان بعين الباقي في الفريزر، يعني زاد مني حته صغيره. بس عادي مش مشكله. كان اخر شويه في اللحمه وانا بوزعها، دي اول مره اعمل من اللحمه المفرومه اللي انا جبتها، كانوا اخر شويه فحطيتهم في اخر كيس. فاخر كيس ده بقى اتحط على الوش، فهو ده اللي انا جبته اول واحد. المهم هنبدا نحط توابلنا. طبعا حطيت التوابل، حطي بقى التوابل اللي انت عايزاها. حطيت ملح وفلفل اسمر وكزبره وصويا صوص وشطه وبس. بعد كده هضربهم كويس، وهنا الكبه لازم تعصلج معايا. ببقى عايزه بقى امسكها هبدها في الحيطه كده خلق ضيق فكده. المهم هنضرب بقى ونعجن كويس. وطبعا انا نزلت معاهم يعني مع اللحمه على اللحمه بالبصل بس. طبعا ما تخافوش مش هيتفرموا، لو انت الكبه بتاعتك مش بتفرم، هو اصلا كده متقطع صغير، هو مش هيفرم، هو بس بيقلب الاتنين مع بعض كده. وبس كده. هنبدأ بقى ايه، نجيب الصينيه بتاعتنا، وبحب افرش عليها كده كيس اللي هو كيس التخزين ده او كيس التلاجة، معرفش اسمه كيس ايه. المهم كيس التلاجة اللي هو كيس استنوا ما افتكر اسمه، النايلون ده، اسمه نايلون ولا اسمه ايه، مش ما علينا. المهم كيس التلاجة ده بفتحه كده نصين وبحطه منها، يعني ما بهدلش الصينيه، وفي نفس الوقت علشان ما يلزقش. وبرده بجيب الضغط بتاع البرجر ده، مكبس البرجر ده، وبحط عليه كيس علشان برضو يبقى سهل ان انا اطلع منه اللحمه وما يلزقش مني ويقعد يضايقني. انا بحب اعمل البرجر رفيع علشان هو كده اللحمه لما بتتحط على الفرن على البوتاجاز او يعني يا دوب بتشم النار كده بتبدا تكش، فلما بتكش البرجر بيتخن، فلما بيتخن وهو اصلا انتي عاملاه تخين بيبقى من جوه كتير كده، ما بحبوش، احنا ما بنحبوش تخين، بنحبه كده رفيع، فهو بيصغر شويه وبيتخن الحجم اللي انا عايزاه. هعمل بقى الكميه كلها، اعتقد الكميه كلها هتطلع لي مش عارفه 6 أو 7. بحب اعمله كوره صغيره كده، وبكون مقسمه كل كوره، يعني باخد كده بايدي، انا مش بقسمهم بس انا باخد كده بايدي حته، ببقى عارفه ان هي نفس المقاس بتاع اللي قبليها، عشان طبعا ياخدوا نفس التسوية. هنا بصوا طلعت معوجة لان الكيس اتعوج مني. فهعملها تاني وهنعيد عادي مش مشكلة. ضغطت في حتة اكتر من الحتة التانية.
سهل جدا وسريع، ومن الاكلات اللي ما بتاخدش 10 دقايق في كل اللي انا عملته ده بجد. بتبدأي بقى تعمليها من الجوانب كده. وكمان لو عملتيها لولادك، لو هما بقى بيزهقوكي في الفراخ واللحمه والحاجات دي، وانا عارفه كل الاطفال اليومين دول مره يحب اطفال اللي هما الكبار اللي زيي يعني، مره يحبوا اللحمه مره يحبوا الفراخ. فممكن لو انتي مش عارفه تاكليهم فراخ او لحمه من العاديه، تعملها لهم بالطرق دي. ممكن تعملي برضو برجر فراخ بيبقى حلو قوي، بس برجر الفراخ انا بحط عليه الفيجيتار ده او اللي هو الكورن فليكس، بيبقى خطير قوي. فهياكلوه يعني بنفس الطريقه دي بالظبط، يعني بنفس طريقه اللحمه هتحطي فراخ بس مش هتخليها لحمه بس، هتبداي بقى تغطسيها في بيض، وبعد كده بقى يا عايزه يا فيجيتار يا اما اللي هو الكورن فليكس اللي بيبقى متكسر ده، هتلاقيه عند العطار او في فتح الله او في اي سوبر ماركت كبير يعني. وبرده بعمله في الاير فراير عادي، يعني الفراخ بعملها في الاير فراير عادي. وده كمان بيتعمل في الاير فراير اللي هو اللحمه، بس انا بكون حابه اني اديله شكل الجريل كده. وبيتعمل وتحطيه في الفريزر عادي يعني. انا اللي هيتبقى مني تقريبا 2 أو 3 مش فاكره، هحطهم في الفريزر و يعني خلاص في اي وقت تاني هبقى حابه اني هعمله مثلا مع كفته. ساعات كده بيتبقى من كل حاجه، يعني من اللحوم ومن الفراخ وكل حاجه، من البانيه بقى او الكوردون بلو او الشيش طاووق واللحمه المشويه والحاجات دي. ساعات بيتبقى من كل كميه بعملها 2 أو 3، باجي بقى في يوم كده ابقى مش عارفه اعمل ايه، فبقوم مطلعه كل ده مع بعضه وشويهم كلهم مره واحده. يعني الشيش طاووق مع الكفته مع البرجر، بقوم عامله ميكس كده جريل، بيبقى حلو قوي. طبعا هتقولي لي ليه ما حطيتيش الاتنين وسويتيهم؟ عشان انا عارفه الكميه اللي احنا بناكلها. يعني انا مثلا اخري بعمل سندوتشين ليا، عمر بعمل له 3، فانا ما باكلش اساسا الاتنين، يعني انا باكل واحد وبخلي بقى واحد ليا لتاني يوم. في نص اليوم كده بجوع فباكله، بس وانا بعمله ببقى عارفه اني مش هاكله في وقتها، يعني بخليه لتاني يوم بقى. بس لكن انا اساسا اخري هو سندوتش واحد وشكرا على كده. فانا بعمل الكميه اللي هي هتكفينا. لو عملت العمر اكتر من 3 مش هياكل برضو الربع، يعني هو مش هياكل الربع برضو، هيسيبه، يا هياكله تاني يوم يا هيفضل محطوط في التلاجة. واحنا ما بناكلش اكل تاني يوم، يعني انا اخري باجي في نص اليوم، عشان انتوا عارفين ان احنا بنتغدى متاخر، فباجي في نص اليوم بجوع ببقى عايزه اكل اي حاجه، فبطلع بقى الساندوتش مثلا اللي باقي مني من امبارح باكله. هعمل بطاطس وهجهزها برضو، احطها كده نص قليه في الاير فراير، عشان الاير فراير بتاخد وقت عن الطاسه. وابقى مجهزه كل حاجه على قد بس ان عمر يجيب لي الكايزر ويجيب لي الصوص الجبنه الشيدر وهو راجع وخلاص كده. يعني انا هنا كنت بعمل وانا لسه بدري اصلا على الغدا، بس بحب اجهز الحاجه كده، اللي هو مجرد ما يقولي انا خلاص يعني اتحركت وكده، ببدأ بقى اشغل الاير فراير تاني، بتاخد بس تحميرة البطاطس، وببدأ احط حتى كمان والله ما استنيتش ان هو يقولي ان هو جاي، قمت محمرة يعني عاملة البرجر، مسوية البرجر على طول. عايزه اقول معلومه عن بطاطس الاير فراير دي، بطاطس من اللي هي العاديه بتاعتنا، مش الفارم فريتز، بحطها في الاير فراير بتبقى خطيره. ليه بقى ايه السر فيها؟ ان انا بتخنها شويه، يعني مش بقطعها بتقطيع الرفيع، بتخنها شويه، فلما بتخنها شويه هي مش بتنشف قوي وما بتبقاش مقدده، يعني فاهمين؟ بتتحمر من بره بس بيبقى فيها، بتبقى طريه كده واللي فيها لحمه من جوه، لحمه البطاطس دي عارفينها. هي بس مشكله الاير فراير ان هي بتاخد وقت شويه. يعني انا لما باجي اعمل بطاطس مع الاكله بحطها من اول ما ابدا الاكله وهي بقى مع نفسها كده بتستوي، يعني عقبال ما بخلص الاكله خلاص.
وبجد اللي هيجرب ياكل اي حاجه في الاير فراير مش هيعرف ياكلها بزيت تاني اطلاقا. يعني انا في مره عملتها بزيت بجد حسيت ان انا مش قادره، حاسه ان في زيوت كتير نزلت بطني، ببقى خلاص مش قادره بقى. بصوا كش ازاي، مش الحجم ده اللي انا كنت عاملاه خالص. نفسي اعمل البرجر وما يكشش بجد، يعني نفسي اعمله وما يبقاش كاشش كده. بصوا هو هنا ما اتحرقش، هو بس بيغمق علشان انا ببقى حاطه صويا صوص، فالصويا صوص اصلا بتغمقه. بصوا بحاول اضغط عليه كده علشان يستوي من جوه، يطلع كل الميه اللي فيه ويكمل سوايه، لانه هو هنا لسه ما استويش اصلا. في نفس بقى الطاسه اللي فيها البرجر هنزل ببصل وكرمله في الصوص اللي بينزل من الصوص اللي بينزل من البرجر. والصوص ده خلاص يعني فاهمين، الصوص هو بيستوي بقى خلاص، بيتكرمل كده بالصوص. فبيشرب الصوص بتاع البرجر وبيبقى طعمه يعني مطعم كده من الصوصات اللي نزلت من التوابل واللحمه والحاجات دي. بس طبعا بسويه كويس ويعني بيستوي، هو البصل نفسه بيشرب الصوص وبيستوي، وبعد كده بيبدأ بقى يتكرمل شويه. هنا بقى كان عمر جه وجاب الكايزر، وعملت ببدأ احشي الصوص الاول علشان احطه في اللي هو الميكر ده، الساندويتش ميكر، والجبنه تسيح شويه. بجد لو عملتوا الساندوتشات دي لاولادكم هتعجبهم قوي، وخصوصا بقى في المدارس. يعني هتلاقي الطفل مش راجعلك ولا ساندوتش اصلا. حاجات سهله، يعني ممكن ربع كيلو لحمه مفرومه يشقلبوا في المدرسه طول الاسبوع. يعني ممكن تجيبي له، يعني مثلا حد هيقول لي اصل مش الامكانياتي ان اجيب لحمه مفرومه، روحي هاتي ربع كيلو لحمه مفرومه واعملي له هو السندوتشات دي، هتكفيه 6 سندوتشات. اعمليها له وحطيه في الفريزر وطلعيهم كل يوم لمده اسبوع. حلو اهو. حاسه اني بقتصد معاكم سيكا، بس يعني بحاول ادي افكار. يعني هنا بقى كان خلاص خرج من الساندويتش ميكر ده، فانا طبعا يبقى لازق كده زي ما انتوا شايفين. طبعا اللي فيه طماطم هناك ده باين ان هو بتاع عمر، لكن دول الساندوتشات بتاعتي انا ما بحبش احط طماطم ولا فلفل خالص. تسألونيش ليه، انا بحس ان الطماطم بتغير طعم وحلاوة الساندوتش، فانا ما بحسهاش. ببقى حابة كده ان انا اكله كده بس بالخس والبصل المكرمل بس. واللي عايز بقى يعاركني يعاركني، انا بقول لكم. طبعا كنت مستنية الساندوتش التالت بتاع عمر، والبطاطس خلاص جاهزة. بس انا كده دي ساندوتشاتي وانا كده مبسوطة. لازم ندلع الاكلة بقى، ندلع الاكلة، نجيب الباكت بتاع البطاطس ونحسسنا ان احنا قاعدين بقى في ماكدونالدز. وبس كده اكلتنا كانت خلصت، وكانت خفيفة ولذيذة، وباي باي.